كان في قديم الزمان فواحد البلاد بعيدة وسط الجبال والغابات راجل فقير، ولكن كان معروف بالنية الزوينة وخدمة يديه. عنده بنت وحدة سميتها هينة. سماها هينة حيت من نهار تزادت وهي هادئة، ما كتغوتش ما كتخاصمش، وكلامها قليل وقلبها كبير. ولكن الدنيا ما كتدومش على حال. مات ليها يمها وهي صغيرة وبقات هينة بلا حنان الأم. كان باها كيخدم من الفجر حتى الليل باش يوفر ليها لقمة العيش، ولكن مع الوقت حس بالوحدة وقرر يتزوج مرة أخرى. المرأة الجديدة من نهار دخلت للدار كانت كتضحك قدام الراجل، ولكن ملي كيخرج للخدمة كيتبدل وجهها. كانت عندها بنت من زواجها الأول مدللة كسولة وما كتعرف لا خدمة لا صبر. أما هاينة من صياح الديك وهي فايقة كتجيب الماء من العين، كتكنس الدار، كتطيب، كتغسل وكتحلب العنزة وكتجمع الحطاب، وفي الليل عاد كتبقى شوية ديال الخبز اليابس كتاكل. ومع ذلك عمرها ما تشكات، وكانت غير تقول الله كبير واللي صبر ينال. بعض المرات الأب ديالها كيلاحظ أنها ضعافت وولات صفرة، فيسولها مال بنتي واش مريضة؟ فتبتسم وتجاوب لا غير الخدمة، وكانت ما كتبغيش تزيدو هم فوق همه. أما المرأة فكانت كتقول لبنتها شوفي هاينة خليها تخدمنا حتى تطيح، ومن بعد كل شي غادي يبقى لينا. ودازت الأيام، وفي نهار من النهارات قال الأب غدا غادي نمشي للسوق الأسبوعي، شكون فيكم بغى شي حاجة؟ قالت بنت المرأة بغيت توب الحرير وسوار الذهب ومشط من العاج. وسول هاينة وانتي يا بنتي؟ قالت وهي حاشمة إلا لقيتي تفاحة حمرة زوينة جيبها لي. ضحكات المرأة وقالت شوفي الفقيرة ما طلبات لا ذهب لا فضة، ولكن هاينة كانت عندها سر، كانت كتآمن أن الرزق البسيط فيه البركة. شد الأب طريقو للسوق وباع شوية ديال الحطاب وشرى كل شي اللي طلبات بنت المرأة، ولكن كل ما بغى يشري التفاحة كيوقع ليه شي عارض، مرة تسالي مرة ينساها مرة السوق يسد. وفي طريق الرجوع داز من جنب بستان كبير كانت فيه شجرة تفاح عامرة. هبط باش يقطف تفاحة وحدة، وفجأة سمع صوت غريب كيخرج من وسط الشجرة. اش كدير بنادم؟ تجمد بلاصتو ودار براسو وما لقى حتى هو. فاش مد الاب يدو باش يقطف التفاحة الحمراء توقف كل شي، حتى الريح اللي كانت كتحرك اوراق الشجر سكتات، والطيور اللي كانت كتغرد طارت فجأة من فوق الشجرة. بقى الأب واقف ويديه مازال ممدودة نحو التفاحة، وفجأة سمع صوت جاي من وسط البستان خليها. الأب تجمد في بلاصتو، دار على اليمين ما شاف حتى واحد، دار على اليسار والو. قال بصوت مرتعش شكون هنا؟ ما جاوبو حتى واحد. قرب خطوة من الشجرة وفجأة سمع نفس الصوت، ولكن هاد المرة أقرب. قلت ليك خليها. رجع الأب اللور بخوف وقال شبغيتي مني؟ أنا غير بغيت تفاحة لبنتي. وسكت الصوت شوية ومن بعد جاوبو لبنتك هاينة؟ هنا الأب تبدل وجهه وقال كيفاش عرفتي سميتها؟ ما جاوبو حتى واحد، غير ورقة واحدة من الشجرة طاحت قدام رجليه، وفوقها كانت نقطة دم صغيرة. الأب بقى كيشوف فيها وقلبه بدا كيضرب بقوة. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو بغى يجري ويهرب من البستان، ولكن قبل ما يدير أول خطوة نسمع صوت تفاحة وهي كتطيح من الشجرة. طك، نلتفت لقى التفاحة الحمراء قدام رجليه. انا ما لمسهاش،
ولكن سمع الصوت مرة أخرى: ديها لهينة، ولكن إياك تقول ليها شكون عطاك إياها. الأب بقى ساكت، ومن الخوف ما قدر حتى يسول. الأب بقى ساكت، ومن الخوف ما قدر حتى يسول. حنا راسو، شد تفاحة وخرج من البستان وهو كيجري. ولكن اللي ما كانش عارفو أن شي حاجة كانت كتراقبو من بين الأشجار. شي حاجة ما بانش وجهها، غير جوج عيون كانوا كيتبعوه حتى خرج من البستان. وصل الأب للدار في الليل. هاينة كانت كتسناه. ملي شافت الأب ديالها داخل، جرات عنده وقالت: بابا جيتي؟ ابتسم الأب رغم الخوف اللي كان مخبيه في قلبه، ومد ليها التفاحة. قال: هادي ليك يا بنتي. فرحات هاينة بزاف وشداتها بين يديها، ولكن قبل ما تاكل منها قرباتها الأنفة، وفجأة تبدل وجهها. قالت: بابا. نعم. هاد التفاحة. وسكتات. الأب حس بقلبه توقف. قال: مالها؟ رفعات هينا عينيها فيه وقالت: علاش كنشم بحال الريحة ديال الدار القديمة ديال ماما؟ الأب ما قدرش يجاوب، بقى غير كيشوف فيها، لأن هينا ما كانتش عارفة أن التفاحة ما كانتش هي أول حاجة رجعات من البستان. وفي نفس اللحظة من برا الدار سمعوا صوت خفيف: طق طق طق، 3 دقات على الباب. هينا قالت: شكون؟ ما جاوب حتى واحد. الأب قرب للباب، فتح شوية، ما لقى حتى واحد، غير لقى آثار أقدام صغيرة فوق التراب قدام الدار. آثار أقدام كتبدا من الباب وكتسالي عند التفاحة. الأب سد الباب بسرعة، ولكن هينا كانت مازال كتشوف التفاحة. وفجأة التفاحة تحركات بوحدها، دارت دورة صغيرة فوق الطاولة وتوقفات بالضبط قدام هينا. وفي هاد اللحظة سمعوا صوت خافت جاي من بعيد: هينا. رفعت هينا راسها وقالت: بابا، شكون كيناديني؟ الأب ما جاوبهاش، حيت هو وحده كان عارف أن داك الصوت هو نفس الصوت اللي سمعوه في البستان، ولكن هاد المرة ما جاش من البستان، جا من داخل الدار. منين تحركات التفاحة فوق الطابلة بوحدها، هينا بقات ساكتة، ما قدرت لا تهدر لا تتحرك. أما باباها فوقف بحال إلا شاف شي حاجة ما خاصوش يشوفها. قرب بشوية للطابلة ومد يدو باش يشد التفاحة، ولكن التفاحة تحركات مرة أخرى، دارت دورة بطيئة فوق الطابلة وتوقفت قدام هينا. الأب رجع خطوة للور وقال بصوت منخفض: ما تقربيش منا يا بنتي. هينا شافت فيه باستغراب: علاش يا بابا؟ الأب ما جاوبهاش، حيت في ذاك اللحظة سمعوا صوت خافت بزاف من داخل الدار: هينا. هينا شحبات وقالت: بابا، سمعتي؟ قال: سمعتي. شكون كيناديني؟ الأب بقى ساكت، ولكن الصوت رجع مرة أخرى، هاد المرة أقرب: هينا، أنا كنتسناك. هينا قربات من باباها وهي خايفة وقالت: بابا، شكون هادي؟ وفجأة هبطت الريح من تحت الباب، الشمعة طفات وبقات الدار كاملة في الظلام. دازت ثواني طويلة، ما كان كيتسمع غير نفس هينا وباباها. الأب تحسس الطريق حتى وصل للفانوس، شعلو، ولكن ملي ضوى المكان كانت المفاجأة:
التفاحة اختفات. الأب قلب فوق الطابلة، قلب تحتها، والو. قال فين مشات؟ هينا كانت واقفة في بلاصتها وكتشوف للجهة الأخرى. قالت بصوت مرتعش راه ما مشاتش. الأب دار بوجهو ليها. هينا أشارت بصبعها للباب الداخلي القديم اللي كان مسدود من سنين، وقالت راه دخلت لتمو. داك الباب كان باب غرفة قديمة. من نهار ماتت هينا الأب عمرو ما فتحو، وكان ديما كيقول هادي غرفة قديمة ما فيها والو. ولكن هينا كانت صغيرة وكانت كتذكر حاجة وحدة. ماما كانت كتدخل لهاد الغرفة بزاف. الأب قرب للباب، لقى القفل القديم، والغريب كان محلول. رجع اللور وقال مستحيل. هينا قالت شنو كاين تما أبابا؟ الأب ما جاوبش، شد الفانوس وحل الباب بشوية. كريك. الباب تصدع بصوت طويل. دخل الضوء للغرفة. كانت عامرة بالغبرة. صندوق قديم مغزل، توب قديم، وصورة معلقة في الحائط. الأب قرب من الصورة وتجمد. هينا قالت أبابا، ولكن الأب ما كانش كيسمعها، حيت في الصورة كانت هينا واقفة قدام نفس البستان، وفي يدها تفاحة حمر. هينا قربت للصورة وقالت هادي ماما؟ الأب قال إيه. وعلاش كانت في البستان؟ الأب بقى ساكت. هينا شافت الصورة مزيان، وفجأة لاحظت حاجة ما شافهاش باباها. قالت شوف هنا. كانت كتشير لزاوية صغيرة في الصورة. كان كاين نفس الباب القديم اللي كان في الغرفة، ولكن وراه كان باين شخص واقف في العتمة. الأب قرب وجهه للصورة وتبدل لون وجهه. قال مستحيل. هينا سولات شكون هذا؟ الأب حرك راسو بالنفي ما نعرفوش، ولكن صوته كان كيرتعش حيت هو كان عارف شكون هو. فجأة سمعوا صوت من داخل الصندوق. طق. الأب تراجع. طق طق. هينا تشبتات في لباس باباها. قالت بابا الصندوق كيتحرك. الأب قرب ببطء، حط يدو فوق الصندوق وسكت. ومن الداخل جا صوت خافت فتحني. الأب نزع يدو بسرعة وقال لا. هينا شهقات. الصندوق هدر. الأب شعل الفانوس مزيان وقال سيري لبيتك. هينا رفضات. لا بابا، بغيت نعرف شنو كاين. قال لها قلت ليك سيري. ولكن قبل ما تتحرك نفتح الصندوق بوحده. طلع من الصندوق توب قديم ديال هينا، وتحت التوب كان كاين كتاب صغير مربوط بخيط أحمر. الأب شاف الكتاب ووجهه تبد. هينا قالت شنو هذا؟ الأب قال هاد الكتاب وسكت. ديال ماما؟ هز راسو. هينا قربات ومدات يدها، ولكن الأب شد يدها وقال ما تقربيش ليه. علاش؟ الأب تنهد وقال حيت امك قبل ما تموت وصاتني ما نفتحوش ابدا. سكتت هينا وقالت وعلاش؟
الأب ما جاوبش، وفجأة الخيط الأحمر اللي كان رابط الكتاب تحرك بوحدو وسقط على الأرض وتحل الكتاب. الصفحة الأولى كانت خاوية، والصفحة الثانية كان مكتوب فيها اسم واحد فقط: هينة. هنا الأب فقد السيطرة، شد الكتاب وسدو بسرعة وقال: خرجي من هاد الغرفة. ولكن قبل ما يخرجوا سمعوا صوت جاي من الصندوق، صوت امرأة هادئ وحزين، وقال: خليها تقرأ. هينة تجمدات، أما الأب فغمض عينيه لأنه عرف الصوت وعرف بالضبط شكون اللي يتكلم. همس: لا، مستحيل. هينة شافت فيه وقالت: أبابا. نعم، هاد الصوت ديال ماما. الأب ما قدرش يجاوب، وفجأة من بعيد من جهة البستان بان ضوء صغير بين الأشجار بحال فانوس كيتحرك، وبدا كيقرب خطوة 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 حتى وصل للباب الخارجي. طق طق طق، 3 دقات. هينة قربت من النافذة، شافت برا ولكن ما شافت حتى واحد غير الفانوس كان معلق في الهواء وكيقرب من الدار بوحدو. الأب شد هينة من يدها وقال: ما تشوفيش. ولكن هينة كانت شافت شي حاجة أخرى. وسط الظلام كان كاين شخص واقف بعيد، ما باينش وجهه، غير واقف وكيتفرج في الدار. وفجأة رفع يدو وأشار مباشرة إلى هينة، وهنا طفى الفانوس والدار رجعت في الظلام. وبينما الأب كيشعل الضو من جديد سمع هينة كتقول: أبا. شنو؟ كانت كتشوف الطابلة. قالت: الكتاب رجع تحل. الأب قرب، والصفحة هاد المرة ما كانش فيها اسم هينة فقط، كان مكتوب تحته: غدا غادي ترجع هينة للبستان. الأب صرخ: لا! ولكن قبل ما يكمل سمعوا نفس الصوت من خارج الدار: ماشي غدان. ساكت الصوت لحظة ثم قال: الليلة. وانطفأ الفانوس مرة أخرى. ومنين قال الصوت الليلة وطفى الفانوس سكتت الدار كاملة، لا حركة لا نفس مسموع، غير الظلام وداك الصوت اللي باقي كيرن في ودنين الأب. بقى الأب واقف في بلاصتو وهاينة قريبة منه، ما قادرة لا تهدر لا تتحرك. دازت لحظات بحال السنين. شوية سمع الأب صوت خفيف جا من جهة الباب: بحال شي واحد واقف برا وكيحاول يخبي النفس ديالو. الأب همس: شكون؟ ما جا حتى جواب. قرب للباب شوية وعاود سمع الصوت، هاد المرة كان أوضح: هاينة. الأب شد يد بنتو وقال: ما تجاوبيش. ولكن الصوت عاود ناداها: هاينة. وهاد المرة كان جاي من داخل الدار. الأب دار بسرعة، بقى كيشوف في الظلام وما بان ليه حتى حد، غير الباب ديال الغرفة القديمة كان محلول شوية. الأب قرب منه، هاينة بقات وراه، وكل ما قربوا الباب بدا كيتحل بوحدو بشوية حتى بان داخل الغرفة. كانت ساكتة، ولكن وسط داك السكون كان صوت خفيف بحال شي حاجة
كتجر فوق الأرض. جر جر. الأب رفع الفانوس، الضوء دار في الغرفة وما بان والو، غير واحد الحاجة فوق الأرض، كتاب قديم. الأب قرب ليه، وقف لحظة قبل ما يلمسو، ومن بعد هبط. خداه. الكتاب كان محلول على صفحة واحدة، نفس الصفحة اللي كان فيها اسم هينة، ولكن هاد المرة كاين سطر جديد. الأب قراه بصوت مخنوق: الليلة غادي تعرف هينة الحقيقة. هينة شافت فيه وقالت: بابا، شنو هي الحقيقة؟ الأب بقى ساكت، وكأن السؤال ديال بنته كان أصعب عليه من أي حاجة أخرى. وفجأة طاحت صورة من فوق الحيط. الأب وهينة ناضوا بجوج. الصورة كانت قديمة، صورة أم هينة. هينة هبطات وخدتها بيديها، بقات كتشوف فيها مدة طويلة، ومن بعد قالت: بابا. شنو؟ علاش ماما كانت كتشوف الصورة لهاد الجهة؟ الأب شاف الصورة وسكت، حيت كان عارف بالضبط شنو قصدات. كانت أم هينة واقفة في الصورة، ووراها كاين شي واحد واقف وسط الظلام، وجهه ما باينش، غير العينين كانوا واضحين. الأب قرب الصورة للفانوس، وفجأة العينين اللي في الصورة كتحركوا. هينة شهقات وشدات في باها. الأب طاحت من يدو الصورة، وفي نفس اللحظة جاهم الصوت من داخل الغرفة. ما بقى ما يتخباه، سكت كل شيء، ومن بعد خلي هينة تعرف. الأب صرخ: شكون انت؟ ما جا حتى جواب، غير صوت خفيف ديال الضحكة، ومن بعد رجع الصمت. الأب شعل الفانوس مزيان وشد يد هينة وقال: خاصنا نخرجو من هنا. مشاو حتى للباب، ولكن منين وصل الأب للعتابة لقى آثار أقدام قدام الباب، آثار ديال شي واحد دخل الدار ووقف بالضبط قدام الغرفة. الأب بقى كيتبع الآثار بعينيه حتى وصل لآخر آثار، ومن بعد ما بقى والو، لا أثر خارج لا أثر راجع. بابا. الأب ما جاوبهاش، حيت كان كيشوف حاجة أخرى. فوق الحيط حد صورة أم هينة كان مكتوب بخط قديم: إلا بغيتي تعرف شكون رجع الليلة سير للبستان. الأب رجع اللور، وهينة شافت وجه باباها لأول مرة في حياتها. شافت الخوف الحقيقي في عينيه، ومن بعيد جا نفس الصوت مرة أخرى: هينة. ولكن هاد المرة الصوت ما جاش من الدار، جا من جهة البستان. الأب قرب من الباب ورفع الفانوس، وفي وسط الظلام بان واحد الضوء صغير بين الأشجار. ضوء كيتحرك، كيقرب حتى وقف، ومن وسط داك الظلام بان شخص واقف تحت شجرة التفاح. ما تحركش، ما تكلمش، غير كان كيشوف للدار. هينة شافتو وشدات في باباها بقوة، ومن بعد سمعوا صوت المرأة: إلا بغيتي تعرف الحقيقة على ماماك جيب هينة للبستان. الأب سكت، والضوء اللي كان بين الأشجار طفى، وبقات غير آخر جملة كتدور في الليل قبل ما يطلع الفجر. قلت لكم يا سامعين الحكاية، منين طفى الفانوس بقات الدار غارقة في الظلام. الأب بقى ساكت، وهاينة شادة فيه بقوة، ولكن هاد المرة الصوت ما جاش من برا، جاهم من داخل الدار. سمعوا همسة خفيفة: هينة. البنت تجمدات في بلاصتها. الأب قربها ليه وقال بصوت مخنوق: ما تجاوبيش. ولكن الهمسة رجعت: هينة جي عندي. وفجأة
الباب ديال الغرفة القديمة تحرك بوحدو، ما تحلش كامل، غير شوية، ومن داك الشق خرجت ريحة التفاح اللي عرفاتها هينة. الأب شاف الباب وتبدل وجهه. هذه هي نفس الريحة اللي كانت في التفاح. هينة قرابات خطوة. الأب شد يده. لا يا بنتي، ما تقربيش. ولكن من داخل الغرفة سمعوا صوت مرأة كيبكي. أبا، ما تخليش هينة تمشي للبستان بوحدها. الأب رجع اللور وهو مصدوم. نفس الصوت، كان صوت أم هينة. هينة بدات كتبكي. بابا، واش ماما عايشة؟ الأب ما جاوبهاش، بقى غير كيشوف للباب وكأن شي سر قديم كان كيرجع قدام عينيه. وفجأة طاحت الصورة اللي كانت معلقة في الحائط. هينة جرات عندها ورفعتها، ولكن ملي قلباتها لقات حاجة ما كانتش موجودة من قبل. وراء الصورة كان مكتوب: إلا بغيتي تعرفي الحقيقة على ماماك، قلبي على الشجرة الثالثة. وقبل ما تسولوا هينة شنو كيقصد، سمعوا 3 دقات على الباب. طاك طاك طاك. الأب قرب للباب ولكن ما فتحوش، ومن برا جا نفس الصوت. الوقت سالا. الأب رجع لهينة وقال: لبسي حوايجك. هينة خافت. فين غادين؟ شاف في الظلام وقال: البستان. وسكت لحظة ثم زاد: ولكن هاد المرة غادي نقول لك الحقيقة كامل. خرج الأب وهينة من الدار قبل الفجر. الطريق كان ساكت والضباب مغطي الأشجار. ملي وصلوا للبستان وقف الأب قدام شجرة قديمة. شافتها هينة وقالت: هي هادي. الأب هز راسو، ولكن قبل ما يقربوا للشجرة الثالثة سمعوا صوت مراه من وراهم. علاش جبتيها لهنا؟ الأب تجمد. هينة دارت بشوية وشافت مراه واقفة بين الأشجار. كانت لابسة نفس اللباس اللي كانت لابساه أمها في الصورة. الأب همس: مستحيل. والمراه قالت: هينة، ما تثقيش الحكاية. وصلنا لآخر ليلة من حكاية هينة. 5 ليالي دازوا، وكل ليلة كانت كتقربنا أكثر من سر البستان. ولكن اللي غادي تعرفوا دابا هو السر اللي كان الأب مخبي على بنته سنين طويلة. ومنين غادي تفهموا الحقيقة غادي تعرفوا علاش كان الأب كيخاف من داك البستان أكثر من أي حاجة أخرى. كانت هينة واقفة حدا الشجرة الثالثة، والمرأة قدامها عاودت ليها بصوت هادئ: هينة، ما تثقيش في باباك. الأب شد يدو بنته وقال: ما تسمعيش ليها، سيري معايا. ولكن هينة ما تحركاتش. قالت: لا بابا، اليوم بغيت نعرف الحقيقة. المرأة ابتسمت وقالت: أخيرا قررتي تسمعي. المرأة قربات من هينة وقالت: أمك ما كانتش بحالنا يا هينة. الأب صرخ: صافي. ولكن المرأة كملت: أمك كانت من عالم آخر. هينة شافت في باباها بخوف. أبابا، شنو كتقول؟ الأب طأطأ راسه، ولأول مرة ما حاولش يكذب عليها. قال: اللي كتقول صحيح. المرأة قالت: أمك كانت جنية وعاشت بين البشر سنين طويلة، ولكن منين تزادتي انتي تبدل كل شي. هينا همسات: علاش؟ جاوبتها: حيت أمك بغات تاخدك معاها لعالم الجن. الأب شد هينا كثر وقال: وأنا رفضت. ثم شاف الشجرة الثالثة: ولهذا حبستها هنا. هينا شهقات:
حبستي ماما تحت الشجرة؟ الأب قال: التفاحة اللي لقيتها ما كانتش تفاحة عادية، كانت علامة منهم باش يعرفوا واش باقي فيك أثر من عالم أمك. هاينا تذكرت اللحظة اللي شمت فيها التفاحة وتبدلت ملامحها. فهمات أخيرا علاش داك الإحساس كان غريب. المرأة قالت: الصوت اللي كنتي كتسمعيه كان صوت أمك، والكتاب اللي كان كيتحل بوحدو كان كيوجهك للشجرة الثالثة. هاينا قالت: يعني كل شي كان مخطط؟ المرأة جاوبت: من أول ليلة. هينا شافت المرأة وقالت: وانتي شكون انتي؟ المرأة حيدات الغطاء من على وجهها وقالت: أنا أختك. هينا تجمدات: أختي؟ قالت: أمنا كانت خداتني معاها العالم الجن وأنا صغيرة، وأنا رجعت الليلة باش نوقفها قبل ما توصل ليك. الأب شاف فيها باستغراب: علاش كتعاونيها؟ جاوبت: حيت عشت اللي عاشاتو، وعرفت أن عالمهم ماشي المكان اللي خاص هينا تكون فيه. فجأة الأرض تحت الشجرة الثالثة بدات كتحرك. طق طق طق. ظهر باب حجري قديم وسط الجدور، ومن الداخل خرج ضباب سود. هاينا قربات خطوة. الأب صرخ: لا! ولكن صوت الأم خرج من داخل الباب: هاينا بنتي. هاينا بدات كتبكي: ماما. الصوت جاوب: جي عندي، غير خطوة واحدة وغادي تبقي معايا للأبد. خرج ظل امرأة من وسط الضباب. كانت أم هاينة، ولكن ما كانتش بحال الصورة اللي عرفاتها هاينة. عينيها كانوا غريبين، وصوتها ما كانش صوت إنسانة. قالت: كنت غير كنستناك. هاينة رجعت للور. الأم قالت: انتي نصفك من عالمنا ومكانك معايا. الأب وقف قدام بنته: ما غاديش تاخديها مني. الأم غضبات وهزات الريح أوراق الشجر بقوة، والبستان كامل بدا يهتز. الأخت قالت لها: هنا ما تخافيش، القرار قرارك، إلا مشيتي معاها غادي تفتح الباب بين العالمين، وإلا بقيتي هنا غادي تسد للأبد. هينا شافت الأمة، ثم شافت لباها وقالت: أنا اخترت. سكتات لحظة ثم قالت: نبقى مع بابا. صرخات الأم: لا! وانفجر الضوء من داخل الشجرة. الأب شد هاينة والأخت وقفات قدام الباب، والباب بدا كيتسد ببطء. صوت الأم بدا كيبعد: هاينة ما تنسايش أن الدم ديالي كيجري فيك. هاينة دموعها هبطوا. قالت: ولكن حياتي هنا. ومع آخر كلمة تسد الباب الحجري تحت الشجرة الثالثة. اختفى الضباب وسكت البستان، والأول مرة منذ سنين ما بقى حتى صوت، لا همسات، لا خطوات، لا أبواب كتحرك، ولا كتاب كيتحل بوحدو. طلع الفجر. هاينة وباها خرجوا من البستان. وقف الأب وشاف الشجرة الثالثة وقال: دابا ثالث. هاينة سولات: علاش ما قلتيش لي الحقيقة من الأول؟ الأب جاوبها: حيت كنت خايف نخسرك بحال ما خسرت أمك. هاينة حضناتو، ومن داك النهار تبدل كل شي. البستان ولا مكان عادي. هاينة ولات كتدخل ليه بلا خوف، كتقطف التفاح وكتجلس تحت الشجرة مع باها. أما الشجرة الثالثة بقات واقفة وسط البستان، ولكن عمرها ما عودات طلعت منها حتى همسة. وهكذا يا سامعين سالات حكاية هاينة. ولكن تذكروا، ماشي كل حاجة كتخوفنا كتكون شريرة، وأحيانا أكبر خوف كيكون هو الحقيقة اللي ما بغيناش نعرفوها.